كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي، وش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع شوربة لسان الطير ولا لسان العصفور. احنا في جهة الشرق نقولوا لسان العصفور كما تعرفوا البنات. تجي شوربة خفيفة. المقادير تاعها بسيطة، ليه يعني توجدوها. عندي هنا درت في لاكوكوت تاعي، درت 2 طراف تاع دجاج. انتم ديروا تقدروا تبدلوا، ديروا اللحم، ديروا اللحم يعني عادي، بصح هي تجيب الدجاج ابن لانه ما تحبش ليدام ياسر. هنا عندي نص راس تاع بصله كبير، ولا ديروا راس صغير. عندي ثاني 2 حبات تاع جزر ربيتها باش تخثر لي المرقه هذيك، وفي نفس الوقت نحي لي الحموضيه تاع الطماطم. عندي ثاني كزبر قطعته رقيق، نحطهم كامل على ضربة، يعني المكونات تاعي كامل راح نحطهم مرة واحدة، من بعد باش ندي نقلي الوصفة تاعي. هنا راح نضيف التوابل البنات، عندي فيها يعني ماشي توابل ياسر، عندي هنا كزبر. حاولوا انكم ما تكثروش فيها التوابل. ثاني الكمية اللي تحطوها حطوا كمية قليلة، يعني مغرف صغيرة من كل مكون. هنا عندي راس الحانوت، وعندي فلفل احمر، اللي تحب تضيف الفلفل الكحل ديرو. انا ما عنديش، ما كانش متوفر عندي. هذو هم فقط التوابل اللي رانا نحتاجوهم في هذا الوصفة. عندي ثاني الملح، ديروا الكمية اللي تحتاجوها. الكمية هذه البنات دير لي تاع 5 افراد. عندي 2 مغارف تاع زيت، كما قلت لكم الشوربة هذه ما تحبش ليدام ياسر، ما تكثروش فيها ليدام. عندي 2 مغارف زيت فقط. عندي ثاني طماطم مرحية، وعندي النعناع يابس. هنا النعناع يابس انا قبل كنت مرحيتوش مليح، باش كي نجي نحطه في الشوربه نعاود كيما شفتوا نفتفتو بين يديا باش يسيب هذيك النكهه تاعو. هنا عندي 2 حبات طماطم صغار درتهم، ولا ديروا حبه طماطم كبيره. عندي حميصه شمختها ليله قبل، واذا عندكم الطيبه معليش، يعني كنتوا طيبتوها. كاين اللي يطيب الحميصه ويحطها في الفريجيدير. انا نحطها رنختها يعني في الليل وطيبت بها. عندي هنا ثاني مغرف ونص تاع طماطم مصبره. فقط هذه هي المكونات البنات. ندو الكسرونه تاعنا فوق الغاز ونقلوها مليح. سر بنة الشوربه البنات هي انكم تقلوا المواد تاعكم كامل، تقلوهم مليح، يعني مش ليه تصبوا لهم الماء، خلوهم يتقلوا على مهلهم. اللي عندها طماطم تاعها حامضه تحاول دير نيتشا، يعني رشه تاع سكر برك باش تنحي هذيك الحموضيه. هنا بعد ما تقلت لي البنات ضفت لها حوالي لتر تاع الماء، اكيد كنت سخنته من قبل. ونقفل على الكوكوطه تاعي ونخليها طيب في عقلها، ونروح نوجد لسان العصفور تاعي. شوفوا البنات الكميه اللي راني درتها، ها هي الكميه تاع 3. شوفوا باش قيست باش تكونوا على بالكم بالمقدار اللي تحطوه راح تجيكم هذيك هي. درت بلالوش هذه تاع اللي نسقوا بها. حطيت كميه في المقله ونروح نحمصها شويه برك، ما تخلوهاش حتى تحمار. اولا يعني سر تاع التحماص هذا باش مت تبقى لكم الحبه محافظه على الشكل تاعها. ثاني حاجه ما تسيبلكمش هذيك الرغوه البيضاء تاع العجائن هذيك في الشوربه، وتجيكم الشوربه مش مليحه. هنا بعد ما طاب اللحم تاعي البنات نروح نفرغ هذاك لسان العصفور. وبالك والبنات تقفلوا عليها لاكوكوط مرة اخرى، راهي تطرطق. راني درتها انا من قبل وطرطقت عليا لاكوكوط، يعني ستر ربي ما صرا لي والو. خلوها هكا، غطوا عليها برك وخلوها تخثر في عقلها.
وهنا هاي الشوربه تاعنا راهي واجده، جات بنينه البنات، جات بنينه تهبل. واللي ما يحبش لسان العصفور تقدروا تعوضوه بالدويده ثاني، تجي يعني مليحه حتى هي، بصح يعني بلسان العصفور تجي خير. البنات نتمنى انكم تشتركوا لي في القناه، تدعموني باللايك، ما وثاني تعليق محفز، و... وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع احباباتكم. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.